يحكي أن كسرى زعيم الفرس كان في مجلسه، فقال لحشيتين من وزراء ووجهاء: يجب أن نصاهر العرب. فانتفض كل من حوله وقالوا: كيف لنا نحن الفرس إن نصاهر الحفاة العراه رعاة الإبل؟ كان الفرس لديهم نظرة غرور وينظرون إلى العرب نظرة فوقية. سكت عنهم كسرى ولم يرد جدالهم. كان كسرى ملكا وكان فيلسوفا وطبيبا، وكان يلقب بأفلاطون الثاني. ذات يوم بينما كان في مجلسه، جاء بصندوق وأخرج منه عقدا لم ير مثله من قبل، مرصع الياقوت والزمرد وكل أنواع الحلي، يقال قيمته تعادل 20,000 دينار ذهبي. تعلقت أبصار كل من بالمجلس بالعقد الثمين، فقال لهم كسرى: هذا العقد لمن ينزع ثيابه كما ولدته أمه أولا. ما هي إلا برهة من الزمن حتى صار كل من بالمجلس عراه كما ولدتهم أمهاتهم من وزراء ومستشارين وعلية الفرس، وصاروا يتجادلون في من له الحق في العقد الثمين، وكل منهم يقول: أنا من نزعت ثيابي وتعريت أولا. خلص الجدال وتحاكموا فيما بينهم على شخص لينال العقد الثمين، وأعطاه كسرى ذلك العقد. بعد فترة من الزمن ليست بالطويلة، قال كسرى لوزيره: سمعت عن حداد عربي في المدينة، آتوني به. جاء الحداد العربي وهو متوجس يتملكه القلق، ولما دخل على كسرى وكان مجلسه ممتلئا كالعادة، قال له كسرى: لا تخف، وإنما جلبتك لأمر ينفعك. وأحضر سر نفس الصندوق وأخرج منه عقدا لا يقل جمالا عن سابقه، فظن من في المجلس أن كسرى سيعيد الكرة، فوضع كل من في مجلس كسرى يده على ثيابه يتهيأ لنزعها طمعا في العقد الثمين. لكن كسرى التفت للحداد العربي وقال: هذا العقد ثمنه 20,000 دينار، هو لك، لكن بشرط أن تنزع عنك ثيابك كما ولدتك أمك. فرد العربي وقال: والله لو أعطيتني فارس كلها وجعلتني ملكا عليها على أن أنزع عمامتي ما نزعتها. استغرب كل من في المجلس من رد الحداد العرب، والتفت كسرى إلى وزرائه ونظر إليهم نظرة احتقار وازدراء، وقال لهم: نحن الفرس نملك الملك والشجاعة، لكن ينقصنا الشرف الذي أردت مصاهرة العرب من أجله.